واخيرا جولة الحسم، وهي الجولة الاخيرة وجولة حسم المتأهلين لدور ال16 من بطولة الامم. فبدون كلام كتير انا احمد خالد، ويلا بينا نشوف ايه اللي حصل معانا في المجموعة الاولى، وهي مجموعة اللي بتضم صاحب الارض منتخب كوت ديفوار اللي قدر يوصل لدور ال16 بشق الانفس، والصعود من ضمن افضل توالت في دور المجموعات بعد فوز واحد فقط على منتخب غينيا بيساو، وهزيمتين من منتخب نيجيريا وغينيا الاستوائية، 1-0 من نيجيريا و4-0 من غينيا الاستوائية. اما المنتخب غينيا بيساو اللي خرج من دور المجموعات ولكن بعد الهزيمة في ال3 ماتشات عشان يخرج من المجموعات وبدون نقاط. مع اللي اتأهلوا من المجموعة دي فعندك منتخب غينيا الاستوائية في المركز الأول، منتخب نيجيريا في المركز الثاني، الاتنين برصيد 7 نقط، ولكن فرق الأهداف كان لصالح منتخب غينيا الاستوائية اللي سجل 9 أهداف منهم 5 للمهاجم صاحب ال 34 سنة إيميليو نسوي، وبالمناسبة ده كمان هداف البطولة لحد دلوقتي، عكس منتخب نيجيريا اللي سجل 3 أهداف بس في ال3 ماتشات بمعدل كل ماتش هدف. والى المجموعه الثانيه، والمجموعه اللي بتضم منتخبنا الوطني المنتخب المصري، اللي لو سالتك قبل البطوله مين هيتصدر المجموعه دي هتقول لي وبدون نقاش المنتخب المصري. اما الغير متوقع اللي تصدر المجموعه دي هو عن جداره واستحقاق منتخب كاب فيردي، اللي يعتبر من المنتخبات اللي بتقدم كره جميله في البطوله. منتخب كاب فيردي اللي قدر يوصل المجموعه دي ويتصدرها ب7 نقاط بفوزين امام المنتخب الموزمبيقي ومنتخب غانا، وتعادل امامنا في المنتخب المصري بمباراه 2-2. اما المتأهل الثاني من المجموعة دي هو يا الدنيا منتخب مصر اللي قدرت تتأهل لدور ال16 ب3 نقاط من 3 تعادلات، و3 ماتشات خلصوا بنفس النتيجة 2-2. يعني الحمد لله منتخبنا لا يعرف معنى الخسارة ولا يعرف معنى الفوز برضه. اما منتخب غانا ومنتخب موزمبيق اللي خرجوا من دور المجموعات، وتحديدا غانا خرجت بسيناريو دراماتيكي بعد تعادل مع موزمبيق 2-2، واحرزت موزمبيق الهدفين في الوقت الضايع من الشوط الثاني عشان يصعد من المجموعة كاب فيردي أول والمنتخب المصري تاني. ونيجي نبص على المجموعة الثالثة، يعني مفيش صوت يعلى على المنتخب السنغال، حقق العلامة الكاملة 3 ماتشات 3 انتصارات 9 نقاط، يعني عايز أكتر من كده. آخر الانتصارات دي كان على منتخب غينيا 2-0 عشان منتخب السنغال يضمن الفوز والتأهل ب9 نقاط كاملين. اما عن تاني الصاعدين من المجموعه هو منتخب الكاميرون الصاعد ب4 نقاط، وهو منتخب غينيا كمان صعد كمان ب4 نقاط ولكن كاحسن توالت. اما المجموعه الرابعه والصدمه الكبرى في منتخب الجزائر اللي خرج من المجموعات للمره الثانيه على التوالي، المره دي بقى رابع المجموعه بنقطتين من تعادلين مع منتخب انجولا المتصدر ب7 نقاط في اول ماتش، وبوركينا فاسو صعد من المجموعات في المركز الثاني ب4 نقط، وهزيمه في الماتش الاخير على يد المنتخب الموريتاني اللي صعد هو كمان من ضمن افضل توالت، ولكن الحقيقه بيقدم كوره ممتعه فعلا. وللاسف يخرج منتخب الجزائر خالي الوفاض كرابع ومتزايل الترتيب في المجموعه بعد ما كان بطل 2019، ويخرج من المجموعات لتاني مره على التوالي. نخش على الصدمه الثانيه بقى، ما هي الصدمات كتير شويه. الصدمة الثانية متمثلة في المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة اللي خرج من المجموعات متزايل المجموعة. المنتخب التونسي اللي تقريبا ما جاش البطولة، ويعتبر كمان من وجهة نظري هو أسوأ منتخب في البطولة كأداء وكنتيجة. اما اللي تأهلوا من المجموعة دي فهو المنتخب المالي كمتصدر للمجموعة ب5 نقاط من فوز على منتخب جنوب أفريقيا وتعادلين مع منتخب تونس ومنتخب ناميبيا. اما منتخب جنوب أفريقيا اللي تأهل كتاني المجموعة ب4 نقاط، تعادل مع منتخب تونس في المباراة الأخيرة، وقبلها فوز برباعية على ناميبيا اللي هي كمان قدرت تحجز لنفسها مكان في دور ال16 ب4 نقاط من فوز على منتخب تونس وتعادل مع منتخب مالي. ننقل على المجموعة السادسة والمجموعة الأخيرة، وهي مجموعة حبايبنا بالزاف المنتخب المغربي اللي تصدر مجموعته ب7 نقاط من فوزين على تنزانيا وزامبيا وتعادل مع الكونغو الديمقراطية كتاني الصاعدين من المجموعة السادسة ب3 نقاط من 3 تعادلات. ما يفكركش بحاجة الجملة دي؟ أيوة زي منتخبنا كده اللي بالمناسبة مصر هتلاعب الكونغو الديمقراطية في دور ال16. زامبيا وتونس بقى الاتنين خرجوا من المجموعات وخرجوا من البطولة ككل عشان يكتمل ال16 فريق اللي هيلعبوا في الدور الجاي زي ما هو باين كده. فبس كده، نشوفكم بقى ايه الحلقات الجايه في الاقصائيات، وبس كده، سلام.